بيبدأ المسلسل مع واحد وواحدة في فرحهم، وقبل ما يتم الجواز بتدخل بطارتنا جين واللي بتقول لهم ان الجوازة دي مش هتتم، وبنرجع فلاش باك لسنة فاتت وبنشوف جين اللي بتكون داخلة الشركة اللي بتشتغل فيها اختها التوأم جيان، وبنعرف انها جاية تشتغل مكان اختها اللي جالها حالة نفسية من الشركة بسبب اللي بيعملوه فيها. وبتدخل جين الشركة على انها جيان وبيبدأ الكل يكلمها بقلة ذوق، لكن جين مش بتسكت لهم وبتضرب اي حد يتعرض لها، وبيكون الكل مستغرب ازاي جيان اتحولت كده. بعدها بيجي واحد لجين وبيقول لها انهم لازم يطلعوا بره الشركة دلوقتي علشان يستقبلوا المدير لان الصحافة كلها بره وعايزين يعرفوا هيعمل ايه لان شركته على وشك انها تفل. وبيكون في اخبار كمان انه هيتجوز جو بنت اكبر المستثمرين وصاحب الشركات. وفعلا بتطلع جين عشان تاخد المدير، بس بيكتشف ان هو جايب واحد مكانه علشان يعرف يدخل من الصحافة من غير ما ياخدوا بالهم. وبعدها بيطلعوا المكتب لان اللي بيقول لهم ان هم اتاخروا عليه، وبعد كده بيبدا يهزق جين وهو فاكرها طبعا جيان، وهي مش بتسكت وبتضربه. بس الغريب بقى ان هو مش بيتكلم وبياخدها معاه لاجتماع الموظفين، وبيلاقي معظمهم متخرشم فبيبص لها وبيكمل الاجتماع. ولما بيخلص والكل بيمشي بيقول لها ان هو الوحيد اللي قبل انها تشتغل سكرتيره، فتبطل اللي هي بتعمله ده وما تنساش نفسها. وبيطلب منها انها تروح الكافيتيريا وتجيب له حاجه من هناك، فبتوافق وبتروح. لكن اول ما بتوصل بتلاقي طابور كبير جدا والمفروض انها تستناه يخلص، فبتتضايق جدا. وفي الوقت ده بتشوف واحد حاجز نفس طلبها، فبتروح له وبتطلب منه انها تشتري منه، فبيقول لها تاخده من غير فلوس كمان. وبنعرف وقتها ان زبون مستمر وبيجي كتير واسمه مينج. واول ما بتخرج جين بقى من المكان بيجي شويه موظفين وبيقولوا لها انهم مش هيعدوا لها اللي هي عملته ده، وبيقول لها واحد فيهم انها تقريبا وحشها القلم بتاعه. فبتعرف جين ان ده هو اللي ضرب اختها بالقلم قبل كده، وبترد له جين القلم 3 وبتضربه وبتمشي. وبتروح بعد كده جين لمكتب لان، بس بيقول لها انه خلاص ملوش نفس ياكل، وبيقول لها تعمل شغلها. فبتقول له اللي هو ايه، فبيرد انها تربط له الكرافته بتاعته طبعا. ولما بترفض جين وبتقول له انه عنده ايد، بيقول لها ان ده شغلها وانها المساعده بتاعته، فبتخنقه بيها. وفي الوقت ده بتدخل مامة لان والمساعد بتاعهم، وبتكون جين هتمشي بس بتفتكر حاجه وبترجع تقف قصاد مامته وبتسالها اذا كانت تعرفها، فبترد بمامته بلا. وبعدها بتمشي جين، وبنعرف ان وقت ما جيان كانت جايه تقدم على الشغل مامة لان عملتها بطريقه وحشه جدا. وبعد انتهاء اليوم واثناء ما بتكون جين مروحه البيت بتلاقي شويه بلطجيه قصادها وبيقطعوا طريقها وبيضايقوها، وبيقولوا لها انهم رجاله ومش بيحبوا يمدوا ايديهم على ستات. وبيقول لها القائد بتاعهم انها تبطل تمد ايدها على كل من هب ودب. وبنعرف ان اللي مأجرهم الموظفين اللي في الشركه، فبتقول لهم جيان انها بتمد ايدها عادي وبتضربهم كلهم. وبنلاقي القائد بتاعهم بعدها بيضحك وهو مرمي على الارض، وبنعرف انه اعجب بيها. ولما بتروح جين البيت بتلاقي جيان في وشها وبتقول لها ايه العبط اللي انت عملتيه في الشركه ده انا موبايلي مش ببطل رن من الصبح بسبب انك كل دقيقه تموتي لي حد. فبتضحك جين وبتقول لها بجيب لك حق. تاني يوم بتروح جين الشركه وبتلاحظ ان لان شخص لا يطاق بس برضه شاطر في شغله ومجتهد، لكن طبعا الحلو ما بيكملش، وبتتضايق جدا لما بيطلب منها تاني انها تربط له الكرافته، فبتخنقه بيها للمره التانيه. ولما بتروح البيت بتنادي على اختها جيان وبيقعدوا سوا، وبتقول لها جين انها ليها الجنه لانها مستحمله مديرها لان، وانه لو مشلول مش هيعمل كده. فبتقول لها جيان تفك شويه وتديها شويه حلويات من اللي لان بيحبها. فبتقول لها جين ان كل شويه يطلب منها تروح تجيب له، فبترد جيان انها عارفه وانه اول يوم شغل ليها كان بيعملها حلو جدا لدرجه ان هو اهداها منها وكمان وصلها لحد البيت. فبتقول لها جين انها عرفت كده هي ليه مكمله في الشركه لحد دلوقتي. وفي الوقت ده لان بيرن وبيقول لها تجيله الشركه، فبتقول له ان ده مش ميعاد شغلها وهي مش بتشتغل غير في المواعيد الرسميه بس، وبتقفل معاه. لكن اول ما بتخلص بتقول لها جيان انها ما كانش ينفع تكلمه كده وان ساعات الشغل بيستدعي ده. واثناء الكلام الباب بيخبط وبتقوم جين تفتح، فبتتفاجئ بلان وبتجري جيان تستخبى قبل ما يشوفها. وبيقول لان لجين ان في عشاء عمل مهم جدا مع الشريك الجديد للشركه وانهم لازم يروحوا دلوقتي. وفعلا بتخرج معاه، بس اثناء ما بيكونوا ماشيين بالعربيه بتقول له ان شكلها مش مناسب وان اكيد هي مش هتروح باللبس ده. فبياخدها لان لمحل ملابس وبيشتروا فستان وبدله وبيلبسوهم وبيخرجوا وبيوصلوا العشاء والكل بيتفاجئ بيهم. وبنعرف ان هو مش عشاء عمل ولا حاجه وان هو مضحوك عليه، وبيكون كل عيلته متجمعه ومعاهم عيله جو كمان. وفجاه بيظهر جده اللي مسافر عشان يتعالج بره، وبيقول لهم ان هو مجمعهم النهارده علشان يعلنوا خطوبه لانا على جو، مش بس يبقى ما بينهم شغل وخلاص، لا ده كمان يبقوا نسايب. وكل ده جين مش معاهم وعماله تاكل ولا اكن حاجه بتحصل. وطبعا بطلنا مش هيتفاجئ لوحده، فبيقرر يفاجئهم ويفاجئنا معاهم، وبيقول لهم ان هو مش موافق على اللي بيحصل ده لان هو بيحب جيان سكرتيرته. وفي الوقت ده كله بيتصدم وبتيجي الكاميرا على كل واحد فيهم اكننا في مسلسل هندي بالظبط. واول ما بتفوق جين من الصدمه بتقوم تقف وبتقول لهم يهدوا ده بيهزر اكيد. فبتروح جو وبتقول لها انه اكيد بيهزر وان هم مش محتاجين يسمعوا كلامها، واكيد مش هيرفض جو هانم علشان حته عيله زيها وبتحدف عليها العصير. لكن لام بيقف قصادها وبيجي العصير عليه هو. ولما بتكون جو هتضرب جين بتقول لها جين انا سكتلك كتير، وبتقول لها تتلم بدل ما تلمها. وبياخد لان جين وبييجوا يخرجوا، فبتقول مامته ان محدش يعديهم، فبتضربهم جين وبتاخد لان وبيمشوا من المكان. وفي الطريق بتفكر جين في اللي حصل وبتخاف ان لو حصل حاجه بينهم ياثر على علاقتها باختها، وبتقول انه لازم يكرهها. فبتنزل من العربيه وبينزل لان وراها وفجاه بتضربه بالقلم، وبتقول له ان ما ينفعش يستغلها كده علشان يطلع من الورطه اللي هو فيها، وانها مش بتحبه واصلا اي حد يعرفه ومش طايقه. وفي الوقت ده الشهب بتعدي في السماء،
تماما، فبينسوا كل حاجه وبيقفوا يتفرجوا عليها وهم مبسوطين. وبعد كده بياخدها لان يوصلها لحد البيت، ولما بيمشي وبتكون لسه هتدخل البيت بتلاقي اختها وامها واقفين مع جو ومعاها ناس، وبتقول جو لامها ان جيان ضربت رجاله من الامن وبوظت المكان، وبتستغرب جدا ازاي جيان بص في الارض وهاديه كده عكس اللي حصل في المطعم، لكن بتقول لها انها تعتذر لهم. ولما بترفض جيان بتكون جو هتضربها، بس بيجي لان وبيزعق لها وبيقول لها انه قال لها قبل كده ان جيان خط احمر، وطبعا بطلنا عبيط شايفها مغيره هدومها ولابسه نضاره ولا هو هنا. المهم بقى في الوقت ده جيان مش بتقدر تمنع نفسها وبتحضن لان، وجين بتكون شايفاهم وبتتضايق جدا من اللي بيحصل. وتاني يوم في الشركه بتعامله بطريقه وحشه علشان يعني ما تتعلقش بيه، وبيقول لها انهم رايحين حفله لشريكهم الجديد مينج، وفعلا بتروح معاه بالليل الحفله. لكن بعد شويه وقت بتزهق وبتخرج من الحفله وبتلاقي الشخص اللي ادالها الحلويات في الكافيتيريا، وبتلاحظ حرامي هيسرق منه موبايله فبتروح تضربه وبتاخد الراجل وبيهربوا. لكن فجاه بتلاقي كام راجل حواليها وبتكون لسه هتضربهم، لكن بيقول لها ان هم البادي جارد بتوعه فبتسيبهم معاه وبتمشي، وبتدخل تاني الحفله وبتقف جنب لان. وبيجي في الوقت ده الراجل وبيقول كلمه في المايك للناس، وبنعرف ان هو مينج شريكهم، وبتبتسم جين فبيغير لان ومش بيفهم سبب ابتسامتها. وبيجي مينج يقول للان انه هيخلي الشركه في الضياع، فبتدافع جين عنه وبتقول انه هو شاطر جدا وانه ما تسمحش لحد يتكلم عن مديرها كده. وبيسالهم لان يعرفوا بعض منين، فبيقول له مينج على حوار الحرامي. بعد كده بيمشي مينج، وبعد شويه بتلاحظ جين مينج واقف مع جو وبتفتكر اللي عملته مع امها وجيان وبتكون هتروح تضربها، لكن بيمسكها لان وبيقول لها بطلي فضايح، وبيعرفها كمان ان جو بنت خال مينج. بس طبعا جين الجبروت مش بيهمها حاجه وبتروح علشان تضربها، لكن في الوقت ده بيجري لان وراها بسرعه وبيشدها عليه فبتضربه هو وبتمشي، وهو بيروح وراها علشان يوصلها. ولما بيروحوا كل واحد بيته بيقعدوا يفكروا في بعض وبيكونوا مش عارفين ايه اللي بيحصل معاهم. وبتقول جين لنفسها ان ده حبيب اختها وما ينفعش تفكر فيه لان اختها بتحبه. وبعد شويه بيبعت لها لان رساله ان في اجتماع مهم بكره مع مينج. وتاني يوم بتروح جين وبتكون اختها بتكلمها في السماعه وبتقول لها تعمل ايه في الاجتماع، وبيقول مينج لان ان شركتهم هتفلس وانه مش مهتم بحاجه فيها وانه فاشل كمان. لكن جين بتزعق لمينج وبتقول له يعامل مديرها احسن من كده. ولما بيمشي مينج من المكان بتقوم جين وراه عشان تعتذر عن طريقتها، وبنعرف انه عارف كل المعلومات عن شركه لان من الراجل اللي كان هيسرق الفول، لانه حاطط عليه حاجات كتير لها علاقه بالشركه وبلان، وانه كده ما كانش غرضه السرقه. بعد كده بتدخل جين تكلم جيان وبتقول لها جيان انها تواسي لان، فبترد جين ان الاحسن يلاقوا له حل ينقذ الشركه من الضياع ده. وبعد شويه جين مش بيهون عليها تسيب لان لوحده، وبتدخل له وبتقول له انها جابت له كام ديزاين كده كان عايزه من بره. ولما بيسالها جابتهم منين بتقول له انا ليا في كل بلد معارف، وبتكون هتقع بلسانها انه بسبب البطولات بتاعه الملاكمه، لكن بتلحق نفسها وبتقول له انه بسبب منحه الجامعه. وبعد كده بتقول له انه بعد ما يخلص من الازمه دي يا ريت يركز في نفسه شويه ويعمل حاجه بيحبها بجد. وبيتاثر لان بكلامها جدا وبيفضلوا يتكلموا سوا شويه. بعدها بتخرج جين من عنده وبترن على اختها وبيتكلموا شويه، وبيوصلوا ان اللي سرب المعلومات بتاعه الشركه هم الموظفين اللي ضربتهم قبل كده واللي كمان كانوا مأجرين البلطجيه. وبتقرر جين انها تروح المكان اللي بيسهروا فيه، وبتروح لهم وهي متنكره وبتحاول تعرف منهم مين اللي خلاهم يعملوا كده. وفي الوقت ده بيقول واحد فيهم ان لان هو السبب وان هو اللي قال لهم يعملوا كده، وطبعا بيكون بيكذب. لكن ما تفهمش بقى ايه اللي حصل فجاه والمكان كله بيبقى صحافه وبيصوروا كلامه. ومش بس كده، لا ده كمان قلعوها اللي كانت مغطيه بيه وشها، وبيعرفوا كمان ان سكرتيرته مشتركه معاه وانها جايه تهددهم، وبيكون الموقف زي الزفت. وفجاه بيظهر فينج البلطجي اللي كان معجب بيها وبياخدها من المكان فورا، وبيروح يوصلها لحد البيت. وبتساله جين هو ليه ساعدها، فبيرد ان هو حبها من اول مره شافها. فبتقول له ده انا ضربتك، حبيت مين؟ روح نام يا عم احسن. وبتكون لسه هتدخل البيت بس بتلاقي الصحافه متجمعه حوالين اختها وامها، فبيقول لها فينج تخليها هنا وهو هيروح يمشيهم. لكن اول ما بيروح وبيمشيهم بيتفاجئ بجيان هناك وبيبقى هيتجنن، هو في 2 جيان ولا ايه؟ بس بيتخض اول ما امهم بتقع في الارض، وبتيجي جين وبياخدوها للمستشفى. وفي المستشفى بقى بيقعد فينج مع جيان وجين وبيعرف ان هم توأم، وبتقول لهم جين على ملف في مكتب لان هيحل كل حاجه. ولما بيروحوا يشوفوه بيدخل المكتب لان وامه والمساعد وبيكلموا جده من الشاشه، وبينجح جين وفينج ان هم يستخبوا ومحدش يشوفهم. وبيسمعوا الجد وهو بيقول ان هم يطردوا جيان ويقولوا ان هم ما يعرفوش اي حاجه عن اللي هي عملته علشان يعني سمعه الشركه وانها ما تتضرر. وبتكون الام شايفه انها كده تتظلم، بس بيوافق لان على كلام جده، وده بيزعل جين جدا. ولما مامته والمساعد بيمشوا بيبعت لها رساله يقول لها انها اجازه بكره، وبيلاقي التليفون بتاعها بس بتكون هي نزلت. ولما بينزل بيلاقيها في وشه وبيقول لها انها اجازه بكره، وبيدي لها موبايلها. وبيجي فينج وبيقول ان لان هو اللي زقه عليها، وبياخدها يوصلها المستشفى. وهناك بتعرف ان الموظفين هم اللي كانوا زقينه عليها، وهو اللي فكر لان لانهم متكلمين باسم. بعد ما بيمشي بتيجي جو بتقول لها تبعد عن لان، فبترد جين عليها وبتقول لها انها اصلا حتى لو بعدت عنه هو مش هيحبها. وفجاه بيجي الصحفيين بامر من جو بتسيبهم معاها وبتمشي. وفي الوقت ده بتطلع جيان وبيشوفوها، فبتقول جين ان هي اختها الكبيره وهتفهمهم كل حاجه. وبتدخل جيان لامها تاني، وبيجي مينج وبيمشي الصحفيين وبيقول لها انه عارف انها جين مش جيان وانه عايزها تبقى السكرتيره بتاعته. فبترفض جين العرض وبتدخل اوضه امها. واول ما بتدخل بتتخانق جيان
معاها وبتقول لها ان بسببها شغلها باظ وانها دلوقتي في 3 بيحبوها. فبترد جين انها ما تخافش وهي مش بتحب لان. وبتصحى مامتها في الوقت ده وبتصالحهم على بعض. وعند فينج لما بيرجع الجيم بتاعه بيلاقي الموظفين وبيقولوا له يعمل فيديو ان لان هو اللي زقه على السكرتيره وبيطلعوا له فلوس كتير. فبيقول لهم عندي خبر يستاهل اكتر من كده، وهو ان جيان ليها اخت توأم اسمها جين. تاني يوم بقى في المؤتمر الصحفي بتوصل جين قبل الكل عشان تشيل نفسها الليله، لكن بيجي لان وبيلحقها وبتقعد جين معاهم وبيحاول لان يشرح للصحافه ان جيان ملهاش علاقه بحاجه خالص. وبيظهر فجاه فيديو لفينج وهو بيفتري على لان، لكن بعدها على طول بنلاقي برضه فيديو لفينج وهو مصور الكواليس وفاضح الموظفين. وبيجي بعدها مينج هو كمان ومعاه ملفات وبيقول لهم ان لان ملوش اي علاقه باي حاجه وان ورق شغلهم كان مسروق وانه هيتعاون مع شركه لان، وبيقول لهم ان اللي هيجيب سيره جين تاني هو اللي هيقف له. وبيخرجوا كلهم من الاجتماع وبيقف لان مع جين وبيعتذر لها وبيطلب منها ان هو يوصلها في نفس الوقت اللي بيجي فيه مينج وبرضه بيطلب منها يوصلها. وبعدها بيجي فينج اللي برضه بيكون عايز يوصلها، فبتبقى هتصوت وبتسيبهم وبتروح بالمترو وبيروح لان وراها لحد البيت علشان يطمن عليها انها روحت. وبيسالها اذا كانت بتحبه لكن بتقول له يفوق كده وبتسيبه وبتمشي. ولما بتدخل اوضتها بتقعد تفكر فيه وفي اختها اللي بتحبه واللي بسببها هي مش عارفه تعترف له بحبها. في اليوم التاني بنلاقي جو قاعده مع المساعد يوان ومعاهم الموظفين اللي عملوا كل حاجه، وبنعرف ان جو ويوان هم اللي ورا كل ده لانهم عاوزين يخسروا لان شركته. وبنعرف برضه ان يوان يبقى عم لان لكن محدش يعرف عنه اي حاجه. وفي الشركه عند جين ولان بنعرف ان لان مراقب الكل وعرف ان يوان هو اللي ورا كل حاجه بس مش معاه دليل. بعدها بيروحوا لجو المصممه بتاعه المشروع الجديد وبتكون جو بتتكلم بطريقه عصبت جين، فقامت وسابتهم وطلعت بره ولقت مامته اللي قالت لها تعالي يا جيان، وادت لها فيزا تعيشها عمرها كله في هنا، وقالت لها انها تبعد عن لان احسن ليها لانه كده كده هيتجوز جو. فبترفض جين كلامها وبتقول لها انه محدش هيقدر يغصبها على اي حاجه. وبيكون لان سامع كلامهم كله. وفي الوقت ده بيتصل جده اللي اول ما بيشوف جيان بيقول ان هي مش من مستواهم، فبتقول له يبطل فشخره كدابه، وانه خلى لان ما يحققش حلمه الوحيد ومفكر انه كده بيحب حفيده، وان هو شخص اناني. فبيتعصب الجد جدا وبيقول لها انها مطروده. لكن بيجي لان في اللحظه دي وبيقول لجده ان جيان سكرتيرته ومش هيسمح لحد يتعرض لها لانها حبيبته كمان، وبياخدها وبيخرجوا وسط نظرات جول اللي مليانه حقد وغيره. وبعدها بيروحوا يتعشوا سوا في مطعم وبيقول لها انه يتحب فعلا وعارف انها بتحبه. وبعدها بيجي لهم ورقه تقييم للمطعم وبيبقى فيه سؤال ازاي نفسها عرض الجواز اللي يجي لها، فبتكتب انه يبقى في سطح وسط الشموع والورد. وبعدها بتلاقيه عامل لها مفاجاه علشان عيد ميلادها، بس بتتضايق جدا لما بتلاقي التورته اللي بتحبها جيان وبتمشي علشان تروح الحمام. وبتسمع الناس اللي شغاله بيتكلموا قد ايه هي محظوظه لان هو عامل السؤال ده مخصوص علشان يعرف يعترف لها بحبه بطريقه ترضيها. وبتكون هتقع بس بيجي لان في الوقت ده وبتقول له انه عيد ميلاد اختها مش هي. ولما بتخرج بره بيخرج وراها وبيقول لها انه اسف انه لخبط في عيد ميلادها هي واختها وانه ما كانش يعرف. فبتقول له ان هم توأم وان هي مولوده قبل الساعه 12، فهي كانت امبارح واختها هي اللي النهارده. وبتسيبه وبتروح بيتها في تاكسي وبتقعد تقول ليه يا قلبي حبيت حبيب اختي، هو انا ناقصه؟ واول ما بتدخل البيت بتلاقي اهلها محضرين برده التورته اللي اختها بتحبها ومستنيينها عشان يحتفلوا. فبتقول انها زهقت من انها تحتفل بعيد ميلاد مش بتاعها، وبتقول لاختها ترجع شكلها من بكره وكل واحد يرجع لحياته وكفايه كده. وتاني يوم في الشركه بتروح جيان وبيلاحظ لان ان في حاجه غريبه، وده بيزيد كمان لما فجاه بتنام جيان وهي قاعده معاه. وده طبعا بيبقى بسبب الحاله النفسيه اللي عندها وهي لسه ما خفتش منها، لكن بيغطيها لان وبيقوم يتكلم مع ايوان وبيواجهوا بعض ان هم عارفين كل حاجه. وبيقول له ايوان يبطل يدور وراه. وعند جين بتكون بتتدرب في جيم فينج اللي بيقول لها ان في عرض شغل ليها بره، فبتقول له هتفكر بس ما يجيبش سيره لمامتها. وعند مامه جين بتيجي مامه لان وبيقعدوا سوا وبتقول لها تبعد جيان عن ابنها وبتديها الفيزا، فبتعرفها كل حاجه وان هي عندها بنتين وان جين سابت الشغل علشان جيان بتحب لان وهي مش عايزه تقف وسطهم. فبتبقى ام لان مش عارفه ابنها بيحب كده مين فيهم وبتقول لها انه لازم لان يعرف كل حاجه وهو اللي يقرر. وعند جين بتكون في مقابله شغل وبعدها بتطلع على السطح شويه وبتشوف اختها ولان في السطح اللي قصادهم مستبللين وشموع وهو بيعترف لها بحبه، فبتعيط لما بتلاقي ان ده حلمها هي. وبيجي مينج بعدها وبيوريها فيديو لان وهو بيعترف انه بيحب جيان وبياخدها يتعشوا سوا، وبنعرف منه انه جو تعبانه وبيدور لها على دكتور. وبعد كده بيقول لها ان الخطه اللي عاملينها وحشه قوي وان في جاسوس بينقل كل حاجه بتعملها الشركه. فبتقوم تشوف الخطه من تليفونه وبتبقى هتقع. وبيجي في الوقت ده لان وبيشوفهم وبيزعق فجاه وبيفكرها جيان وانها بتحب مينج، وبنعرف ان جيان رفضته احتراما لحب اختها ليه. وبيقعد لان يتعشى معاهم وبيقعد يلقح عليها بالكلام شويه، ولما بتقوم علشان تضربه بيقع على الارض فبياخدوه للبيت. ولما بييجوا يمشوا بتوع جين كمان فبياخدها مينج لاوضه الضيوف. تاني يوم لما بتقوم من النوم بتلاقي الاثنين في المطبخ وبيحضروا لها الاكل، وبعد الاكل بيقول لهم لان انه نازل الشركه وبيديها اجازه. لكن طبعا اول ما بيوصل بيلاقي جين في وشه وبيقول لها انت عبيطه ولا ايه؟ مش قلت ما تنزليش؟ والله يا اسطى انت اللي عبيط، هي اصلا ما لحقتش تنزل. المهم بعدها بقى بتنام مره واحده كالعاده. وبعد كام يوم بيجي لهم خبر ان المشروع نجح وبيفرحوا جدا. وبعدها بيقول لهم مينج انه مش عايز يكمل معاهم وانه حاسس ان مفيش روح. وبتقول ام مولان قوم خد جيان واتغدوا بره علشان تهون عليه
شويه. وفي المطعم بيقول لان لجيان على ارتباطهم تاني، فبتقول له ان هم ما يعرفوش بعض كويس، وبتقوم تروح الحمام وسبحان الله بتقابل جين جوه، وبنعرف انها تتغدى مع مينج على الترابيزه اللي وراهم. فبتقول لها جيان انها رفضت حب لان علشان كان ليها اصلا، ومن النهارده يقدروا يشوفوا هو بيحب مين. وبتطلع جين من الحمام وبتتفاجئ بلان قصادها، واللي بيكون جه خاف عليها تنام ولا حاجه، وبيقول لها هو انت تعبانه يا بنتي؟ ليه غيرتي هدومك؟ يعني ما شاء الله بدا يفهم اهو. المهم بقى بتروح جيان تقعد مع مينج، فبيقول لها تعالي هوصلك زي ما كنت هوصل اختك. وفي البيت بيكون فينج مع مامتهم، وبيقول لها على سفر جين عشان تمنعها. وبيجي في الوقت ده جيان ومينج وبيستخبوا ورا الكنبه، وبتقول جيان لمينج انه ليه عايز يلغي مع الشركه، وبتعرف انه وصل له معلومات غلط، وبيلاحظوا ان جين جت مع لان، فبيروحوا يستخبوا مع فينج وامها. وبيدخل لان وبيبقى عايز يقعد معاها، بس هي بتقول له انه يمشي، وفجاه بيعرفها انه عارف كل حاجه من امه، وانها جين مش جيان، ويا ترى كانت هتقول له امتى. فبترد ان مش فارقه كتير وهو بيحب اختها. ولما بيرد ان هو بيحبها هي مش اختها، بتقول له انا ما بحبكش، وبتطرده. واول ما بيمشي بتشوف ان الكل سمعها بس مش بتهتم، وبتقفل الاوضه عليها. وعند لان في العربيه بيرن على مامته وبيقول لها عن قرار خده في الشركه، ولما بتقول له انها مش موافقه بيرد انه ما عادش يهمه راي اي حد. وعند جين بتروح لها جيان وبتقول لها ان لان بيحبها هي، وانها تروح تقول له وانها حتى لو اتجوزت مستحيل يحبها، وانها كانت قدامه من الاول، فعمره ما كان هيحب جيان، هو بيحب جين. وعند لان بيكون بيسمع فويسات من جده، واللي بيقول له انه خلاص مش هيتدخل في حياته تاني، وانه بيحبه وكان بيحاول يحميه مش اكتر. وبعدها بترن جين فبيرد عليها وبتقول له يقابلها بسرعه في المكان اللي هتبعته له. ولما بيروح لان بتعترف له بحبها وبتطلب يرتبطوا، لكن بيتلخبط بس بيوافق، واخيرا بيرتبط لان بجين. وبعدها كل حاجه في الشركه بتبقى زي الفل، لكن مينج بيقول لهم لازم ياخدوا بالهم لان شركه جو بتنافسهم وفي قلق. وبيكون يوان مبسوط جدا بده. وبعد ما بيخلص لان شغله بيقابل جين اللي بتقول له انها لازم تسافر عشان شغلها بره، وانها عمرها ما تنساه. فبيقول لها قشطه بس نتجوز الاول. وسبحان الله بيكون قصادهم محل بيبيع فساتين، فبيدخلوا وبيجيبوا فستان. وبيجي في الوقت ده تليفون للان وبيروح الشركه بسرعه، وبيكون يوان بيهددهم ياخد اسهم مقابل انه يسكت وما ينشرش الورق اللي معاه، واللي بيثبت ان جو حامل من لان. وبيبقى لان مش فاهم ايه الهطل اللي بيحصل دوت، وبيدخل اهل جو واللي بيطلبوا منه ان هو يتجوزها. وفجاه بيجي لهم تليفون تاني ان جده عمل حادثه وفي المستشفى، فبيوافق لان على الجوازه لما بيشك ان موت باباه بفعل فاعل، وبيخاف على جده والشركه. وبعد كام يوم بتكون جين بتجهز للفرح، وبتيجي جو اللي بتديها دعوه فرحها على لان، فمش بتصدق جين وبتقطع الدعوه، لكن بتقول لها جو انها حامل، وانك يا جين كنت مجرد نزوه وهو عمره ما حبك. وبتكون جين هتضربها، فبيجي لان وبيمنعها، وبتساله جين اذا كان الحوار ده بجد، فبيقول لها وانه عمره ما حبها اساسا. وبيجي في الوقت ده مينج اللي بيطردهم كلهم، وبيروح فينج ومينج يتخانقوا مع لان بعدها، وبيقولوا له انها سابتهم واختارته هو، وانه ازاي يعمل فيها كده. فبيرد انه مش بايده، وانه لازم ينقذ الشركه. تاني يوم بقى في 3 اماكن مختلفه، على ناحيه بتكون جين مسافره، والتانيه مينج قرر ان هو يشارك جو، والتالته لان بيتجوز. وبنرجع بقى لاول لقطه في المسلسل، وبتدخل جين الفرح وبتقول ان جو كدابه، وانها اصلا مش بتخلف، وان لان مش هيتجوزها. فبيروح لان لجين وبيقول ان هو بيحبها هي، وبياخدها وبيمشوا. وعند مينج بتيجي جيان وبتقول ان جو هي سبب المصايب كلها، وانها متعاونه مع يوان، وبتجيب الدليل كمان. فبيعلن مينج انه هيشارك لان، وبيبص لجيان كده بنظره اعجاب. وعند لان وجين بيلبسها خاتم الجواز، وهم مبسوطين جدا. وهنا بيخلص المسلسل. سلام.